السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما بخير وتنعاد عليكم الأيام بالصحة والسعادة. دلوقتي أنا هعمل كان عندي كيس لحمة، يعني أنا بجيب كيلو لحمة بقسمه على 3 مرات بما اننا 2 يعني. فدول كانوا تقريبا 3 أو 4 حتت. هقطع اللحمة بقى مكعبات أو حتت صغيرة، يعني بما اني مش عارفة اظبطها مكعبات قوي. وهعملها كباب حلة مع رز بالخضار. هنا انا هقطع الكمية دي. كنا النهاردة بالبيبي في المستشفى، ادعوا لها بس يا رب ربنا يشفيها ويطمنا عليها يا رب. هي مستشفى يعني بشعة يعني، بس احنا مضطرين عشان احنا تابعنا من الاول فيها يعني، ان شاء الله يعني مش هنغير المستشفى، يعني مش هنروح هناك تاني. مستشفى اسمها اطفال مصر، وفيها اطفال كتير جدا يعني، يعني تعبانين، ربنا يشفيهم يا رب ويطمن اهاليهم عليهم. بس يعني انا منصحش بالمستشفى دي الا اذا الناس يعني اللي هيلاقوا تخصصات هناك بشكل مجاني احسن يعني، هيكون احسن ليهم يعني. بس هي كنظام ما فيهاش نظام خالص، مرهقة جدا. عاملين سايت وحجزت على السايت وموقع يعني، وحجزت عليه ورحنا ولا كأننا حاجزين، والحوار بيمشي تاني من الاول. يلا الحمد لله. هنا بقى جبت بصلتين او 3 يعني على حسب الكمية، عشان احنا بنحب الصوص كتير في الكباب الحلة، او مثلا حتى لو هعملها بالفراخ. هقشر البصل. المهم بقى ايه، وبما ان يعني احنا في حالة غلاء او في ازمة على الكل، ربنا يا رب يعدينا منها على خير. وما شاء الله يعني انا كل حاجة بجيبها النهاردة مثلا بجيبها الاسبوع الجاي زايدة برضو. خصوصا اللبن بتاع البيبي والبامبرز، يعني لازم كل مرة 20 جنيه. البامبرز ده بقى حسبي الله كل مرة بقى غالي 30 جنيه 30 جنيه. فمش فاهمة يعني، ما بلحقش والله اخد نفسي. ومش 30 بس، يعني اخر مرة دي غالي 50 جنيه مرة واحدة. فاللي هو يعني البيبي، يعني البيبي بقت ب5 جنيه يلا الحمد لله. هنا بقى انا قطعت البصل. ايه الكلام ده ما علينا، ما ينفعش بقى نقول بيبي ما اكل ما حصل خير. هنا قطعت البصل، ممكن نبشره، بس انا قلت اختصر الوقت يعني عشان كنت تعبانه ومرهقه ومش لسه طالعه المبشره وعيني المبشره. فقطعته، حطيت التوابل بتاعتي، حطيت ورق لورا او بيقولوا ورق الغار، وحبيتين حبهان، وبشرت جوز الطيب، وحطيت فلفل وطبعا ملح وكمون، وحطيت بابريكا، وحطيت كان عندي خلطة مشويات حطيت منها، وحطيت زعتر وروزماري، واي توابل عندي لازم احطها. هنا بقى هعمل الرز، غسلته، وطبعا بنسيح شوية زبدة عليهم شوية زيت عشان الرز قلنا ما يلزقش في بعضه. حطيت الاول شوية رز وهقلبهم. لون هو مش نص، هو يعتبر هنا نص الكمية، بس انا عشان بعمل كمية صغيرة فهو بقى نص الكمية، لكن احنا بنحط شوية صغيرين ونقلبهم لحد ما يمسكوا نفسهم يعني. وجبت شوية خضار بسلة وجزر وقلبتهم في الرز، وهستنى لحد ما المية بتاعتهم تنشف. يعني ده رز بالخضار يعني من غير تقلية يعني. وايه، وقلب قلب 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 وبعد كده حطيت باقي الكمية، وحطيت عليها شوية كركم بس مش كتير، يعني انا عايزاه يدوب يلون. أم، وهنا بقى كنت قلبتهم، هفضل اقلب 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 لحد ما ينشف. حطيت ملح طبعا. وهنا بقى اشوف الصوص، بشوف اللحمة، بشوف استوت ولا لا. هما يا دوب هيعملوا طبق، فهو يا دوب على قد الغدوة يعني. هنا كانت المية غليت وسقيت بيها الرز. قلنا بنخليه كده يعني. وبعد كده هنا استوى. بصوا شكله جميل ازاي، طعمه كمان كان طعم او كان حلو لا تسلم ايدي بجد والله ده انا ماما تفرح بيا قوي وهنا كانت استوت وهناكل بقى